أنا آسف إني هعرض لكم المشهد ده، لكن الموضوع كبير ولازم تعرفوه. You're going to have to use the tools of battle. You know, the weapons change over time. And you have these new things, you know, like drones, things like that. And the most important ones are the social media. And the most important purchase that is going on right now is class TikTok. TikTok, number one. الكائن النتن اللي كان بيتكلم دلوقتي صدقنا وهو كذوب. تعال أقول لك ليه الكائن النتن ده صادق في كلامه مع إنه كذاب. تيك توك للأسف بقى في إيد الملياردير اليهودي لاري أليسون صاحب أوريكل. وأوريكل لو ما تعرفش بتعمل إيه، فعايز أقول لك إن سيستم البنوك بالكامل من أوريكل، وسيستم كل شركات الاتصالات من أوريكل، وسيستم الحكومات في معظم دول العالم من أوريكل، وحتى سيستم الهايبرات الكبيرة المشهورة في العالم كله من أوريكل. وأقول لك على حاجة كمان ممكن تقلقك شوية، أي معاملات بتعملها ببطاقة بنكية أيا كانت البطاقة دي، فيزا أو ماستر كارد وغيرها، في احتمالية عالية إن بياناتها تمر من خلال أنظمة مبنية على قواعد بيانات أوريكل. طب يا سيدي، عرفنا معلوماتك الحلوة دي، إيه علاقة بقى النتن ده بالموضوع ده؟ وفين الخطر أصلا؟ وإحنا مالنا؟ وليه النتن ده صادق وهو كذوب؟ هقولك، بس ما تستعجلش وركز دقيقة زي ما تعودنا مع بعض وأنا أفهمك على الحوار كله. السنة اللي فاتت طلع قانون أمريكي فرض على بايت دانس، الشركة المالكة لتطبيق التيك توك، التطبيق الأكثر انتشارا في أمريكا، إنها تبيع أصول التطبيق ده داخل أمريكا، أو التطبيق كله يتم حظره جوه أمريكا. وفعلا الموضوع ما كانش هزار، وفعلا أمريكا حظرت التيك توك بشكل كامل فترة علشان توري شركة بايت دانس إنهم ما كانوش بيهزروا. وهيكل الملكية المقترح للتطبيق ده في أمريكا إن أوريكل هتستحوذ على 50% من تيك توك، و30% هتروح لمستثمرين حاليين في بايت دانس، وبايت دانس نفسها هتحتفظ بأقل من 20% من ملكية التطبيق ده اللي هو بتاعها أصلا. الخطر بقى إن بالاستحواذ ده منجم البيانات اللي في إيد التيك توك هيكون تحت إيد مين؟ صح، تحت ايد أوريكل، وتحت ايد الملياردير اليهودي لاري أليسون، اكبر داعم للكيان في العالم تقريبا. قول لي بقى انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ وهل عندنا في الدول العربية قدرة على اننا نعمل حاجة زي اللي عملتها امريكا مع المنصة دي ولا لا؟ مستني رأيك في الكومنتات.